ده من عظمة الأساتذة الكبار، هو يعني قلما ما تلاقي دلوقتي ده. والله يمكن الاستاذ نور الشريف الله يرحمه، انا ما اشتغلتش معاه ولا مره. كل اللي اشتغلوا معاه كان تقريبا رايهم واحد او تعليقهم واحد، ان هو بيعمل مجهود كبير مع اللي بيشتغلوا معاه علشان يبقوا احسن ينجحوا، وكان بيوقف المشهد مره واثنين وثلاثه لغايه ما اللي قدامه يعمل المشهد كويس. ده من عظمه الاساتذه الكبار، هو يعني قلما ما تلاقي دلوقتي ده، لكن هم عظام في كده. وحضرتك برضو كنت قلت قبل كده ان هو بيدون دايما اي حاجة يشوفها. ده على طول معاه الكراسة، اه. وهو ماشي في الشارع على طول عينه لقطة أي حد، أي حاجة، مم. واحد ماشي بيقول كلمة، عمل حركة، بيكتب كل ده في وده كراسة. بيأثر فعلا في الأعمال اللي انتوا بتقوموا بيها، يعني ده بيبقى عندكم مخزون وفعلا بتخرجوه لما بتيجوا تعملوا دور معين. طبعا جدا، ودي حاجة أنا اتعلمتها من الأستاذ نور، إن أنا بقيت بعد ما سمعت منه المحاضرة دي أنا يعني بتلفت زي ما يكون مثلا حد بيجري ورايا، أنا لازم أشوف ده وأشوف ده، بركب المترو عشان أشوف الناس، بنزل العتبة والشعرية والأحياء وأقعد أتفرج على الناس.